السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة عالم إكرام. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نقدم لكم وصفة القريشلات، كيجيو لذاذ وكيجيو هشاش وبطريقة سهلة بلا دليك بلا عذاب. بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وعلى طريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو واحد المعلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، وغادي نحتاجو كاس إلا ربع ديال الحليب يكون دافي، وغادي نضيفو 5 ديال المعالق كبار ديال السكر. اذا بغيتو تنقصوا اذا بغيتو تزيدوا كيبقى على حسب الذوق ديالكم. من بعد كنحركوا هاد المقادير هادي وكنخليوها واحد المده ديال 10 دقائق تفاعل مع بعضياتها، ومن بعد كندوزو باش نكملوا باقي الوصفه. من بعد ما تفاعلت لنا الخميره مع الحليب والسكر غادي نضيفوا باقي المقادير. بالنسبه للمقادير اللي غادي نضيف، ضفت القليل من الملح، وغادي نضيف واحد البيضه كامله. من بعد ما حركتها مزيان حتى انسجمت مع بعضياتها غادي نضيفها للخليط، وغادي نضيف واحد النكهه الفاني. كنبقاو نضيفوا هاد المكونات وحنا كنحركوا مزيان باش كتنسجم العناصر كامله مع بعضياتها. وكنضيفوا كذلك واحد جوج ديال المعالق كبار ديال الزيت النباتيه. وكنضيف واحد نص ساشي ديال فلون ديال الشينوا، كيعطيها واحد اللون زوين، لون صفار زوين، وكيعطي كذلك واحد النكهه. يمكن لكم تضيفوه يمكن لكم تستغناو عليه. كنضيفوا للخليط واحد الكاس الا ربع ديال الماء يكون دافي، وكنخلطوا مزيان العناصر. ومن بعد كنضيفوا الدقيق الابيض. غادي نحتاج في هذا الخليط تقريبا 4 ديال الكيسان كبار ديال العنبه، وكنبقاو نخلطوا الدقيق مع هاد العناصر حتى كيتجمع لنا الخليط. كما كتلاحظوا بلا ما نحتاجو ندلكو، غير بالفوي نبقاو نجمعوا الخليط ديالنا. كما كتشوفوا من بعد ما تجمعت لينا العجين بهذا الشكل هذا، كنحصلوا على واحد العجين اللي كتكون لينه، ما تكونش كتلتصق في اليد، وفي نفس الوقت تكون ماشي قاصحه. من بعد كنضيفوا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، وكنبقاو ندخلوها في العجين بهذا الشكل هذا. من بعد ما دخلت الزبده في العجين كنخليوها مده تقريبا 30 دقيقه حتى كيرتفع الحجم ديال العجينه. كنغطيوها بواحد البلاستيك غذائي، وكنضيفوا واحد الفوطه من الفوق باش كتسخن لينا العجين وكتخمر لنا بسرعه. كما كتشوفوا من بعد ما تضاعف الحجم ديال العجين ديالنا غادي ندوزو باش نشكلوها على شكل كويرات.
هنا ما غاديش نقدر نشكلها لانني ضربت الصباع ديالي، غادي تقوم الميمه بهذه العمليه. صافي غادي تشكلها على شكل كويرات، وندوزو باش نشوفو الطريقه كيفاش غادي نشكلوها باش يجي الشكل ديالها موحد. كما كتشوفوا غادي نستعملوا هاد المول هذا، وغادي نبداو نشكلوا العجين ونحطوها داخل هاد المول، ونحاولوا نضغطوا عليها من الفوق باش تاخذ الشكل ديال المول. كنبقاو على هاد العمليه حتى كنساليو الكميه اللي عندنا ديال العجين كامله، ومن بعد كندوزو باش كندهنوا العجين ديالنا. من بعد ما كتخمر خليناها خمرت لمده ديال 30 دقيقه، وغادي ندهنوها باصفر البيض، نضيفوا له القليل من الخل باش ما تبقاش فيه ديك السفوره. نحاولوا اننا ندهنوهم غير بشويه باش ما ديك العجين ما تاثرناش بالدهن ويخرج لنا الهواء منا. صافي من بعد ما كندهنوها كنزينوها باللي عندنا متوفر. انا غادي نزينهم باللوزيفيلي، واللي كيتوفر عنده الزنجلان او اي حاجه على حسب الذوق يمكن لكم تزينوها بها. وصافي وكندخلوهم للفران يكون مسخن على 180 درجه حراره من الفوق ومن التحت مده ديال 30 دقيقه. ملي كيتحمروا لينا كنخرجوهم، وبالصحه والراحه. وبقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال هذه الوصفه. وهذا هو الشكل ديال القريشلات او القرص ديالنا. الشكل النهائي ديالهم كيجيو غزالين، محمرين وكيجيو مهويين، كيجيو من الداخل كما كتشوفوا قطنيين ورطب بزاف. كنتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلايك الفيديو، باشتراك القناه، تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، والى وصفه اخرى ان شاء الله.